الهرم الأحمر. ولما تعرف تفاصيل الهرم ده هتتزاول معاه مزاولة غريبة، هتلاقيك بتسأل نفسك سؤال مهم قوي. هو فعلا ان الاهرامات دي كانت مقابر للملوك؟ اصل تصميم الهرم ده غريب قوي. تعالوا بينا يلا نعرف الهرم الاحمر. الهرم الاحمر ده اللي كان بنيه الملك سنفرو، والغريب بقى في الموضوع ان ده كان ثالث هرم الملك سنفرو يبنيه بعد هرم ميدوم والهرم المنحني. المراجع بتقول ان هو ما عجبوش الهرمين دول وقال يبني هرم تاني اللي هو الهرم الاحمر، اللي المراجع بتقول ان هو اتبنى في 10 سنين. والهرم الاحمر ثالث اكبر هرم في مصر بعد خوفو وخفرع بطول 106 متر. الحجر اللي معمول بيه الهرم الاحمر ده مايل للاحمرار شويه، عشان كده سميناه الهرم الاحمر. كل اللي انا بقوله ده طبيعي جدا ومعلومات معروفه جدا عنه، ونحطه بقى كده في جنب ونخش على اللي مش طبيعي في الهرم ده. اول حاجة مش طبيعية في الهرم ده ان المدخل بتاعه معمول على ارتفاع 26 متر. اكيد طبعا دلوقتي جه في بالك ان هم عاملين المدخل فوق كده عشان يخبوه من الحرامية بتاعة المقابر، ودي فكرة ممتازة جدا وكنت هوافقك في الرأي لولا حاجتين. اول حاجة ان المدخل ده زي كل الاهرامات معمول في الجانب الشمالي، وتاني حاجة ان في كل مدخل اهرامات بتلاقي فوق المدخل كتلة حجرية كبيرة بتميز مكان المدخل. فلو كانوا فعلا عايزين يخفوا المدخل ما كانوش حطوا الكتل الحجرية الكبيرة دي على المدخل اللي بتبينه، وما كانوش حطوه في الجانب الشمالي زي بقية الأهرامات. أصل هقولك أكيد حرام المقابر ده عارف الأساسيات بتاعت شغله، فأكيد عارف إن هم عاملين المدخل في الجانب الشمالي، واكيد عارف برضو ان اللي بيميز المدخل الكتله الحجريه الكبيره. فلو هم كانوا فعلا عايزين يخفوه اكيد ما كانوش عملوا العلامات اللي باينه جدا دي. والاغرب بقى برضو لو جينا كده ركزنا مع بعض، احنا قلنا ان ارتفاع المدخل على 28 متر. طيب هيطلعوا الملك ازاي لفوق؟ بس احنا طبعا المصريين ما بيقفش قصادنا اي حاجه، هنقول ان هم بنوا سلالم عشان يقدروا يطلعوا تابوت الملك لفوق. بس بقى هتقابل حاجه تانية غريبه، وهو ان المدخل المهندس عامله متر في متر. انت فاهم الحجم اللي انا بكلمك فيه قد ايه؟ كان حجم صغير جدا، يعني الانسان الطبيعي لو جه ينزل في المدخل ده هيكون تاني جسمه، مش هيستحمل اشخاص كتير. فازاي هندخل تابوت الملك؟ طبعا حاجة غريبة شوية، بس احنا نقول ان احنا المصريين وان هم اتصرفوا. تعالى بقى نروح للاغرب من كده. طول الممر بتاع المدخل 60 متر، والممر ده نازل لتحت عشان الغرف معمولة على مستوى سطح الارض. ودي حاجة غريبة وجديدة، لان المعروف ان الغرف اللي بتبقى في الاهرامات يا اما بتبقى موجودة في النص يا اما تحت النص بحاجة بسيطة. فان هم يعملوا الغرف على مستوى سطح الارض دي الغريبة. فان هو يعمل الممر ده طوله 60 متر وينزل لحد مستوى الارض حاجة غريبة يعني. طب ما كنت اعمل مدخل من تحت، بلاش المزاولة دي. وبعدين برضه هننزل التابوت ازاي تحت 60 متر؟ هنزحلق الملك؟ اكيد طبعا دي حاجة ما تلقش بيه خالص، ده ملك. وان احنا ننزله بالطريقة دي اهانة ليه. بس ما علينا، هنقول ان هم برضه اتصرفوا او عملوا اي حاجة وقدروا ينزلوا تابوت الملك للغرف. تعال بقى نشوف الغرف بتاعت الهرم ده. الهرم ده فيه 3 غرف، غرفتين عاديين والغرفة الثالثة اللي المفروض هيتحط فيها تابوت الملك اللي هي غرفة الدفن. والغرفة دي بقى العجيب فيها ان هي كانت مبنية فوق شوية، يعني على ارتفاع 7 متر. يعني انت بتعدي من الغرفة الاولى والتانية هتلاقي ارتفاع 7 متر عشان تقدر تطلع للغرفة الثالثة. والغريب ان ما كانش فيه سلالم، فهم برضو هيطلعوا التابوت ازاي؟ هنقول برضو ان هم اتصرفوا وطلعوه. تعال بقى نشوف اغرب واميز حاجة في الهرم الاحمر، وهي الممر اللي بيوديك للغرفة الثالثة. اول حاجة السقف بتاع الممر ده مستقيم جدا، ودي حاجة انت ممكن تلاحظها بعينك سهل قوي. ومع الجدران اللي في الجنب عامل زاوية قائمة صحيحة. لا بقى لو بصينا لأرضية الممر فهنلاقيها مش متساوية خالص، ومع الحيطان اللي جنبها مش عاملة زوايا خالص. ودي حاجة غريبة لأن المفروض
المفروض يحصل العكس، يبقى فوق هي اللي مش مستوية وتحت هي اللي مستوية. مش بقول لك هرم هيزاولك والله، يعني تصميمه حقيقي عجيب. والاغرب بقى ان سقف الممر بيتكون من كتلتين حجريتين بالطول، وفي فاصل بينهم واضح بطول الممر. هتقول لي ايه الغريب في كده؟ بص، الغريب واللي هيزاولك ان كل الاهرامات الفواصل معمولة فيها بالعرض، انما دايما في الهرم الاحمر هتلاقيه ماشي بمقولة خالف تعرف. ولو دورت وسألت نفسك طب ليه هم عاملين الفاصل هنا بالطول، هيبان لك قد ايه المهندس اللي باني الهرم ده كان عبقري. هقول لك ليه بقى كان عبقري. عشان الغرف زي احنا ما قلنا كانت على مستوى سطح الارض، فكده هيبقى وزن الاحجار على الغرف تقيلة جدا. فلو الفواصل دي كانت معمولة بالعرض زي بقية الاهرامات، السطح مش هيستحمل وهينهار. والكلام ده المهندسين اكيد فاهمينه وعارفينه. كل التفاصيل اللي معمولة فيه بتقول ان هو عمره ما يكون مدفن لملك. ده احنا حتى ما لقيناش فيه اي موميا. والدكتور احمد فخري في كتابه الاهرامات المصرية قال جملة عن الهرم الاحمر ده، اسمعها كده كويس. قال كده بالبلدي ان الهرم ده تصميمه عمره ما يكون مقبرة ملكية، وان هم ملقوش اي موميا ولا اثر يدل ان الهرم الاحمر ده استخدم ليكون مدفن ملكي. فاحنا لو بصينا لكل تفاصيل الهرم الاحمر هتلاقيه فعلا استحالة ان هو يكون مدفن لاي ملك. تصميمه ما ينفعش يكون لكده. وبعدين الملك سنفرو كان باني فعلا هرمين قبله، فليه هيبني تالت؟ هنا في لغز احنا لحد دلوقتي مش قادرين نوصل له. الهرم ده كان معمول لحاجة اعظم ان هو يكون مقبرة، وتاريخه اكيد اقدم من الملك سنفرو بمراحل. وفي ناس مش قادرة تقتنع بالنظرية دي على انهم لسه مكتشفين بلطة ترجع ل 700 ألف سنة. فلما احنا نيجي ونقول انه ممكن يكون عمر الاهرامات 10,000 سنة، فمش حاجة صعبة. ليه ما نتبناش النظرية دي ونمشي وراها؟ وممكن فعلا تطلع نظرية صح 100%. في نظريات كتير بتقول ان الهرم ده كان مصنع لإنتاج الأمونيا. تخيل فعلا يكون الهرم الأحمر ده كان المصريين القدماء عاملينه عشان يصنعوا الأمونيا. والنظرية دي ممكن تكون صح على فكرة، مش غلط. وممكن تكون التكنولوجيا اللي هم وصلوا لها تكنولوجيا ليها شكل تاني خالص غير اللي في خيالنا. بيصنعوا حاجاتهم واشكالهم بطريقه فيها تكنولوجيا احنا ما وصلنا لهاش. مش لازم تكون التكنولوجيا بتاع المصريين القدماء هي نفس الشكل التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. انت رايك ايه؟ شايف فعلا الهرم الاحمر ده كان مدفن للملك، ولا فعلا ممكن يكون مصنع لانتاج الامونيا او معمول لحاجه تالته خالص احنا ما نعرفهاش؟ سيب لنا رايك في الكومنتات، وما تنساش الشير واللايك.